في مشهد لا يتعدى الثواني في سمير وشهير وبهير، السقا قال لفهمي أنا شايلك للتقيلة، والنهاردة وبعد 15 سنة الحلم اتحقق. حضرنا العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد، واللي الناس كانت كلها فيه داخلة بكل حماس مستنيين يشوفوا الدويتو ده هيعمل إيه مع بعض. الأجواء كانت رايقة ومنظمة، وبعد وقت مش كبير قوي دخلنا اتفرجنا على الفيلم اللي بيحكي عن الباشمهندس أحمد اللي راجع من السعودية عشان يخطب حبيبته، بس بيتفاجئ بتليفون بيجيله الحق خالك في المستشفى. ومن اللحظة دي عينك ما تشوف إلا النور، كأن خاله اتحول لجون ويك وكل البلد بتطارده حرفيا. الفيلم من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجهان الشماشرجي ومجموعة كبيرة من النجوم. كان فيلم لطيف وضحكنا فيه أكتر من مرة، وفيه ضيوف شرف كتير جدا زي طارق لطفي، غادة عبد الرازق، ورشدي الشامي. بس أكتر ضيوف شرف علقوا معايا حاتم صلاح وأحمد عبد الوهاب، وعلم على كلامي وافتكر مشاهدهم لما تتفرج على الفيلم. فيلم أحمد وأحمد تجربة خفيفة ولذيذة تليق جدا بخروجات الصيف، وخرجنا من الفيلم مبسوطين. وكالعادة ما نسينا السيلفي اليوم، والمرة دي كان مع أهم ضيف شرف ضحكنا في الفيلم، حاتم صلاح. اتفرجوا على فيلم أحمد وأحمد، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات.